السلام عليكم. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المغرب إلى 18 شخصا بينهم 3 أجانب. أعلنت السلطات المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب المملكة إلى 18 قتيلا بينهم 3 أجانب. الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 4 من المفقودين في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة. أفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان يوم الاثنين بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد إلى 18 قتيلا بينهم 3 أجانب، وتوزع الضحايا على عدة مناطق، حيث سجلت 10 وفيات في إقليم طاطا و3 في الراشدية بينهم كندي وبيروفي، و2 في تيزنيت، بالإضافة إلى 2 في تنغير، أحدهما إسباني والآخر من تيرودانت. ولم تكشف السلطات ما إذا كان الأجانب من السياح أو المقيمين في المغرب. كما أشارت الوزارة إلى أن عملية البحث ما زالت جارية للعثور على 4 مفقودين في إقليم طاطا، وسط توقعات باحتمال ارتفاع عدد الضحايا. ومن جانبها، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن جنوب المغرب وجنوبه الشرقي شهد أمطارا غير مسبوقة منذ ليل الجمعة وحتى الأحد، حيث تم تسجيل هطول 47 ملم من الأمطار في غضون 3 ساعات في منطقة ورزازات، و170 ملم في منطقة تكوينت بإقليم زاغورا. وأكد المتحدث باسم الوزارة الداخلية رشيد الخلفي أن هذه الكميات من الأمطار توازي نصف معدل الأمطار السنوي في المنطقة، ما أدى إلى حدوث فيضانات جارفة غير متوقعة. وفي الجانب الجزائري والجزائر المجاورة، أفادت الحماية المدنية باستمرار عملية البحث عن شخصين جرفتهما المياه في ولايتي تمنراست والبيض الصحراويتين إثر أمطار غزيرة مشابهة ضربت تلك المناطق الصحراوية. معنا كانت هذه آخر أخبار اليوم المتعلقة بالفيضان التي ضرب المناطق الصحراوية بالمغرب والجزائر، وتعازينا الحارة لضحايا هذا الفيضان، ونتمنى من الله أن يرحمهم ويرزقهم الجنة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، ومن فضلكم لا تنسوا الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد. Peace and love وداعا.